ما يعرفه الناس في هذا العالم هو عبادة الإمبراطور، فهو يبارك الأرض لتكون سخية وتمنحه السماء المباركات، لذلك سيعبده الجميع. ولكن رجل واحد يرفض العبادة، فهو يعلم أن الأمر برمته خاطئ، فهو بشر مثلهم. وعندما يهاجم قلعة الإمبراطور، الحراس الذين هم أيضا مهووسون بعبادته، ولكنه سرعان ما يتعامل معهم بسهولة ويقضي عليهم. وهذا الرجل هو جزء من مجموعة تم اختيارها حصريا من قبل الإمبراطور، يعني باختصار المجموعة ديت موجودة بس لحماية الإمبراطور. ومع ذلك فهو يرفض الانحناء لفترة أطول، ويلطخ الممر الأبيض المؤدي إلى القلعة بالدماء. وده بقى يا صاحبي هو قائد القوات الخاصة اللي الإمبراطور عملها، اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. واسم القائد هو يان. والحراس الميتة اللي لسه قاتلهم يان لم يتخلوا عن أرواحهم، لأن كل ما تم تدريبهم عليه هو عبادة الإمبراطور ببطء شديد. فهم يجتمعون معا ويشوهون بعضهم البعض من أجل النمو إلى شيء بشع. لا يستطيع يان تصديق أنه حتى أرواحهم قد تلطخت بإرادة الإمبراطور، كما حتى في الموت. وهؤلاء الجنود الذين لم يعد من الممكن اعتبارهم بشرا ينهضون مرارا وتكرارا ويهاجم الاندماج. ويان الذي يبدأ على الفور في الدفاع عن نفسه، لأنه لم يفعل كل هذا من أجل لا شيء داخل القلعة. وتظهر جنية بجوار الإمبراطور بعينيها القلقة للغاية من الاضطراب الذي في الخارج. أخبر الإمبراطور لوم كالفون ألا تقلق، وبيقول لها ما تخافيش ده ولا حاجة. وبيقول الإمبراطور أنت الذي يتمتع بأكبر قدر من الولاء من بين الجميع، أن ينقلب علي بهذه الطريقة يا قائد القوات الخاصة يان. والإمبراطور بيقول له كم مضى من الوقت منذ أن أصبحت قائد القوات الخاصة، وبيقول له أنا لسه فاكر الأيام اللي كنت فيها مجرد جندي ضعيف، وبدأت كمجرد عبد لي في قاعة تدريب القوات الخاصة في الحفرة من العزلة والنهوض كقائد. حصلت على كل شيء بيديك العاريتين يا يان، هل كنت غير راض عن شيء ما؟ وفجأة يسحب إحدى قطع الرمح التي كانت في ساقه ويطعن مباشرة في أذنه، مما أدى إلى إصابة حشرة ما. وبيقول له كان لدي كل شيء، هذا هراء، بل خسرت كل شيء، ليس لدي أي ذكريات حتى. من هي عائلتي؟ من أكون؟ حياتي، لقد خسرت كل شيء بسببك. بينما كان يان يتحدث يثقبه الإمبراطور بسيفه الطائر، وهو شيء بالكاد يستطيع ملاحظته في هذه المرحلة من قوته. والإمبراطور بيقول له لا أعرف كيف لاحظت الطفيلي، يا للعار، ولكن من المؤسف حقا أنت كنت أحد الألعاب التي كان يجب أن ألعب بها أكثر. كما يخسر يان وفي وعيه يعتقد أن كل ما فعله للوصول إلى هنا كان عبثا، ولكن عندما تظهر أمامه شخصية امرأة تطلب منه أن يستيقظ لأنه سيستعيد كل ما فقده. وفجأة يستيقظ يان في كهف خافتة الإضاءة ويتساءل كيف لا أزال أتنفس وقد طعنت مباشرة في قلبي، وينظر للأعلى ويلاحظ أنه في كهف. وعندما يلمس الحائط يلاحظ أنه في الواقع السيف الحجري العظيم الذي هو رمز قاعة التدريب، قاعة تدريب القوات الخاصة، الذي لا يمكن للمرء أن يحصي عدد الأشخاص الذين ماتوا أمام هذا الشيء حتى لو حاولوا، حيث يتم تجاهل عدد الوفيات تماما. ويلاحظ يان أن جسده أصغر بكثير، وأن ملابسه تشبه أيضا تلك التي كان يرتديها عندما كان مجندا. وفجأة يأتي رجل من الخلف ويطلب منه أن يصمت ويلكمه مباشرة، ويقول له هذا الرجل لا أصدق أنك تشتت في القتال، لا أصدق أنك متعجرفا إلى هذه الدرجة لكي تستخف بي. وبيقول له رغم عجرفتك فأنت نكرة يا يان، هل تنظر إلي باحتقار؟ وده بقى يا صاحبي هو المجند الثاني عشر للقوات الخاصة، واسمه هو رومان. يان تذكر رومان بينما كانوا يتحدثون لفترة طويلة، ويسأل عما إذا كانوا في منتصف التدريب، مما يجعل رومان يقول نعم نحن في منتصف التدريب بالفعل، ولكن هذا مجرد عذر لكي أضربك حتى الموت، كما لا أحد يهتم حقا إذا مات مجند منخفض الرتبة مثلك. ويان بيقول السيف الحجري العظيم وجسدي الصغير والمحادثة الذي أجريها مع
مع رومان: نعم لقد رجعت بالماضي. وبيقول يان: لا يهمني سبب عودتي، الأهم أنني يمكنني البدء من جديد، ذاتي الحالية لن ترتكب الأخطاء كالسابق، هذه المرة سأقطع رأس الإمبراطور بالتأكيد. ويان بينده على رومان وبيقول له: انت لسه ما اتجوزتش وانت في سن ال40. ورومان بيتعصب وبيقول له: هل تواصل التفوه بالهراءات مجددا؟ ورومان يوجه له هجمة ولكن يان يتفاداها بسهولة، بيقول له: لكماتك بطيئة جدا، يا لك من مثير للشفقة. ويرى رومان انه يستمر في السخرية منه ويبدأ في استخدام قدرة اللكم والتي تدعى ثورة القبضة. وبيقول له يان: مش وحش. وبيقرب منه مرة واحدة وبيقول له: انا هديك نصيحة لازم تفتكرها، بعد ان تقترب الفجوة التي بينك وبين خصمك يجب ان تعطيه لكمة مباشرة. وينصدم رومان لانه لا ينبغي ان يكون قادرا على استخدام مهارة متوسطة المستوى. وبعد الضرب يان يريد ان يكمل عليه ولكن وفجأة تقع منه قلادة ويترك رومان ان يرقد بسلام. ويفتح القلادة ويلاحظ ان هناك شيئا بالداخل، صورة قديمة له مع شاب وامرأة ورجل، ويعلم ان هذه ذاته الصغيرة. ويقول: كانت المرة الاولى التي ارى فيها وجوههم ولكن كنت اعرف انهم كانوا عائلتي. وبيقول: ما لم استطيع الحصول عليه حتى بعد حرق عاصمة الامبراطور، ما لم اتمكن من العثور عليه حتى بعد ذبح الفرسان، انا احمله الان في يدي. ويفتح عينيه الدامعتين ويعتقد انه غبي لانه كاد ان يسير في نفس الطريق المظلم. وبيقول: انا لن اضيع حياتي على شيء قبيح مثل الانتقام، فسأهرب من هذا المكان واستعيد عائلتي التي فقدتها الى الابد. وبيحكي لنا عن مجموعة القوات الخاصة التي تقدم تقاريرها مباشرة الى الامبراطور، وتسمى فرقة العمل الخاصة التي قاموا بها بامر الامبراطورة دون ندم، ودمروا قوات فيرنا وقتلوا دوق الشمال الاكبر دون ان يلاحظ احد ان الفرقة اكملت العديد من هذه المهام القاسية في تاريخ الامبراطورية، وهو ليس بريئا من الخطيئة ايضا حيث كان يان قائدهم، لذلك قادهم الى معركة في كل فرصة. الذي كان اليد اليمنى للامبراطور واقوى فارس للامبراطورية. وبيقول: انا بالعافية بحمل برميلين من مياه الصرف الصحي حيث ان وظيفتي هي تنظيف مخلفات الفرقة. ويواصل جنود القطاع التدريب تحت انظار السيوف، ومع وجود اكثر من 1000 منهم حاليا من اجل ان يخدموا هذا المكان. الاقوياء فقط هم القادرون على البقاء، لذلك يموت بمعدل 3 إلى 4 اشخاص في الليلة، ولكن سيتم ملء اماكنهم الفارغة على الفور، اما عن طريق الاختطاف او المتطوعون الذين القوا بحياتهم بعيدا. تقع ساحة التدريب هذه في وكر التنانين، ويقع العرين في سلسلة من الجبال الشمالية الغربية حيث يشبه الجزء الداخلي من المتاهة التي لا يمكن ان يمر منها احد بسهولة الا الاشخاص الذين يعيشون هنا لفترة طويلة جدا. بالاضافة الى ذلك يتم تخصيص رقم لكل متدرب حيث تمثل الارقام ترتيبا لمهاراتهم التي يمكنهم بها رفع رتبهم في النظام الهرمي، حيث تتغير المعاملة التي تتلقاها اعتمادا على مدى ارتفاع رقمك. وبص يا عزيزي المتابع، الرقم دوت بيستخدموه عشان يعرفوا يسيطروا على الجنود سيطرة كاملة، وحيث يمزقون بعضهم البعض على امل الارتقاء بالرتبة. بص هقول لك حاجة سريعة كده عشان ما تتوهش مني. في الفرقة الخاصة في 9 دفعات، الدفعة رقم 100 وهي الاقوى، والدفعة رقم 200 والدفعة رقم 300 وكده يعني لحد 900، والدفعة رقم 900 هي الدفعة الاضعف اللي موجود فيها يان دلوقتي. وفي نظام زي ده بيصعب على الجنود المتدربين اللي هم الادنى انهم يعيشوا اصلا في النظام ده، وبالذات على الدفعه رقم 900 اللي يان موجود فيها، ويان رقم 974، وهم سايبين يان اصلا عشان يخدم عليهم، ينظف، يساعدهم، يعمل فيه اللي هم عايزينه. ولكن يان بيقول: هذا امر رائع لكي اتمكن من الهروب. ولكن يان يصطدم في شخص ما مما يجعله يسقط الحاويات الذي كان يحملها. وفي اللحظه دي يان بيقول لنا: من الطبيعي ان يكون هناك بعض المتدربون الذين يقفون في القمة. وبتعتذر البنت اللي اصطدمت بيه وبتقول له: اسفة انا ما شفتكش. وبنعرف ان دول هم الجنود المتدربون ذي الرتبة العالية، خلفاء نبلاء الامبراطورية، وفي سبيل ولائهم للامبراطورية عليهم الحفاظ على استمرار نسب العائلة وابقاء العائلات الاخرى تحت المراقبة. هذه هي الاسباب التي دفعت النبلاء للانضمام الى فرقة المهام الخاصة، واثناء وجودهم هناك سيجعل مركز التدريب الحياة مريحة لهم، كما لانه لا حاجة
بحاجة لوضع طفيلات برؤوسهم لأنهم بالفعل سجناء الامتياز المعروفون باسم النبلاء. كما يحتفظ أيضا المتدربون ذو الرتبة العالية بمكانتهم حيث يحصلون على امتيازات وفوائد لذلك. من بين هؤلاء المتدربين لورينا بي وولف وكرول دوايت وكاجا إيفرين، هما دائما الثلاثة الأوائل من بين الجميع. وكرول بيقول للورينا لماذا تعتذرين للقمامة الضعيفة مثل هذا الرجل؟ وبيقول لي احنا مش في نفس المكان على الرغم من أننا نتدرب معا. أتدرك ذلك؟ كيف يجرؤ شخص عادي مثلك على التحدث إلينا؟ يا رقم 974 أدنى رتب الدنيا. يا أيها الرقم 974، أم أن امتلاكك لهذا الرقم المنخفض يعني أنك لست ذكيا بما يكفي لتفهمني؟ ويان بيقول أنا عاوز أقسم راسه نصين دلوقتي. وبيقول له كان لازم أخد بالي من الشخص اللي أنا كنت بتكلم معاه، أنا آسف. وبيقول له تعتذر؟ هذا شيء لا يفعله سوى البشر. يا رقم 974، ما عليك فعله الآن هو التوسل. انحني على الأرض وتوسل للرحمة. ويان بيقول في راسه أتوسل؟ أنا ممكن أفشخك دلوقتي بس مش عايز ألفت الانتباه. وبيقول ليان خد بالك المرة الجاية. بس البنت بتقول خلاص وبتشيل الصناديق عنه وبيمشوا حالا. ويان بيمشي وبيكمل وفجأة بيحس بنية قتل خلف الممر وبيقول أنا هعمل نفسي مش شايف حاجة وبيكمل في طريقه. وهو بيمشي فجأة بتطلع لورينا بي وولف وفجأة بنروح للمجرم المطلوب رقم 1 الذي فشل كل فرسان الامبراطورية بالقبض عليه، واسمه هو غالدور ذي الذراع الحديدية الزرقاء. وارتكب أول جريمة له في عمر 11 وعمل أول عصابة حرامية في عمر 20 وهاجم 23 قرية و17 نقابة بدراعه التي يمكن حتى أن تصد الأوري كالكوم، وده معدن قوي ونادر. وبنشوف لورينا هي وبتقول أنا لورينا بي وول لقد اعتقلت غالدور ذو الذراع الحديدية الزرقاء. وده طبعا كان أكتر من كافي لدخولها الفرسان الامبراطوريين. وبنعرف عن دوقية عائلة بي وولف أحد أفضل العائلات النبيلة الأربعة واللي بتحكم منطقة الجبل التلجي الشمالي. وفرسان العائلة كانوا بيقولوا عن لورينا أنها لديها القوة الكامنة لتصبح أقوى سيافة في المنطقة بأكملها، وبيلقبوها من صغرها بالسيافة اليافعة، وإنها أقوى إنتاج كامل لعائلة بي وولف. وبدأت تسأل يان وبتقول له من أنت؟ ويان بيقول لها من أنا؟ أعتقد أنك وجدت الشخص الخطأ. وبتقول له أنا هسألك بطريقة مختلفة. العسكري المتدرب رقم 974 إيه هو هدفك؟ وبتقول له لماذا تخفي قوتك عن الآخرين؟ ويان بيقول أنا شكلي لازم أتخلص منها الأول. وبيقول يا آنسة لورينا أنا مش فاهم أنت بتتكلمي عن إيه. وبتقول أنا شفتك بتتمرن جنب تمثال السيف العظيم صدفة. وبتقول له أنا كنت فاكرة إنها مجرد مبارزة عادية ما بين عسكريين متدربين ما من المستوى المتدني. وبتقول أنا شفتك بتلكم شخص ما لكمة ومستحيل على شخص مثلك أن يمتلك مثل هذه المهارة. وبتقول له أنت ليه من مستوى متدني بمهاراتك تلك؟ ويان بيقول أنا شكلي ارتكبت خطأ في إظهار مهاراتي، وبيعمل نفسه عبيط وبيقول لها إيه اللكمة دي؟ أنا مش عارف إيه أنت بتتكلمي عن إيه. وبتقول له أنا شكلي كنت غلطانة وبتعتذر له وبتحاول تسلم عليه وبتهاجم يان مرة واحدة. بس يان كان عنده وقت كبير إنه يتفادى اللكمة بس هو خدها بقصده عشان ما يلفتش الانتباه. وبيمثل وبيقول إيه ده مؤلم جدا، إيه الخطأ اللي أنا عملته عشان تضربيني كده؟ بس لورينا بتتفاجئ وبتقول له أنت كان لازم تصدها. ويان بيقول لها أنا قلت لك إنك وجدت الشخص الخاطئ، ليه بتضربيني؟ ولورينا بتقول له أنا آسفة أنا كنت فاكراك هتصد الضربة. ويان بيقول إن أنا همثل إنها اتعميت من ضربة نبيل ظلما وهخليها تشعر بالذنب. ويان بيقول باللي أنا بينته لها دلوقتي هي مستحيل تشك في أي حاجة. ولورينا بتقول له أنت كنت شايل شوية حاجات مش كده؟ أنت عايز تنقلهم فين؟ أنا هساعدك. ويان بيقول لها لا ملوش لزوم وبتقول له ناولني إحداهما أنا هساعدك في حملها. ولورينا بتقول له لا أعتقد أنه من المشرف لمتدرب من المستوى العالي أن يعامل متدربا من المستوى المتدني كالعبد. وبتقول لي أنا لما أبقى سيدة المنطقة أنا ناوية إن أنا أحمي كل ممتلكات العبيد في منطقتي. وبيوصلوا للمكان اللي بيخزنوا فيه الصناديق ويان بيشكرها على مساعدتها. بس لورينا بتقول له يا ريت أكون غلطانة، بس يان بيقول لها أنت بتقول إيه أنا مش فاهم. وبتقول له أنت شفت هجمتي مش كده؟ عيناك كانتا تتبعان يدي. بتقول له آمل أن أكون مخطئة بشأن ذلك أيضا. وبتقول أنا أشوفك تاني يا أيها الرقم 974 أم أعني يا أيها المتدرب يان. ويان بيقول حواسه حادة كالسكين، ألا توجد وسيلة لا أتخلص من إزعاجها؟ وبيقول يان في مثل هذه الحالة هل لازم أقتلها؟ وبيقول أنا ممكن أقتلها بسهولة دلوقتي بس لو قتلتها فهخلي عيلة بي وولف كلها عدوة لي. بيقول أنا هبقى مجرد غبي عديت عيلة بي وولف عشان بس البت ضايقتني، أنا لازم أركز على الهروب الأول. وبيقول أنا متأكد إنها كانت هنا. وبيقول أنا لما كنت قائد فرقة المهام الخاصة كان في ناس بتهرب بس معظمهم ما عرفش يهرب من مركز التدريب، بس في واحد بس هو اللي
عرف يهرب بس تم الامساك به في الغابة. فسألته بلطف هو انت ازاي هربت؟ فجاوبني بلطف برضه وقال لي انا هربت من المنطقة الثالثة من الباب الخامس للحمام المجهور. ويان بيكمل وبيقول خلف ذلك الباب هذا هو المخرج، اخيرا لقد وجدته. وبيقول هي لسه حفرة صغيرة بس لو كملت حفر هعرف اخرج من هنا. وبنشوف الشخص المسؤول عن تأكيد حضور المتدربين وبيفضل يندع على ارقام المتدربين لحد النهاية لحد ما بيوصل لرقم يان وبيقول رقم 974 لماذا لا تجيب؟ وبيقول لا ما تقولش انه هرب مستحيل. وفجأة يان بيرد عليه وبيقول له رقم 974 انا هنا. وبعد ما الراجل بيمشي يان بيقول ما ادركته اثناء تنفيذ المهام هو انه كلما تحركت بحذر اكبر كلما ارتفع معدل النجاح. وبيقول انا عندي فرصة واحدة بس للهرب، حتى لو نجحت فيه فرقة المطاردة هتلحقني وهذا سيسبب لي الكثير من المشاكل، ولو فشلت هكون مجرد عبرة للمتدربين التانيين. بيقول انا عاوز بطاقة رابحة تعمل فرق غير متوقع. بيقول انا مش عارف لو ممكن اعمل كده بجسدي الحالي بس انا ما عنديش خيار تاني. وبيبدأ بممارسة تنفس تنين الظلام، تقنية توزيع المنى التي لا يعرفها سوى قادة قوة المهام الخاصة. وبيقول انا دلوقتي ليس لدي سوى المعرفة الخاصة بالتقنية بس جسمي مش قادر على تحملها، عشان التقنية ديت لازم تكون مقلل العبء على جسمك وهو دلوقتي فاشخ جسمه. وبيقول التقنية ديت عاملة زي جوهر الطاقة او محرك مانا باختصار. وبيقول انا ما عنديش الوقت لانشاء جوهر طاقة مستخدما انفاس تنين الظلام فقط، بس بيقول ان في طريقة تانية لاستخدام تنفس ملك التنانين. وبيقول تدفق المانا كان اسرع مما اتوقع وجسدي يفيض بالمانا في كل انحائه. وتنفس ملك التنين ده بقى هي التقنية السرية للامبراطور الاول الذي اسس هذه الامبراطورية عندما غزا العديد من البلدان بسيف واحد. وبيقول كانت التقنية قوية لدرجة ان الامبراطور الذي كان يشعر بالملل يخرج للبحث عنها شخصيا. ويان بيقول هذه التقنية قوية جدا تماما كما يوحي اسمها. وبيقول المانا تغادر جوهر الطاقة وبيقول انا مش هينفع اسيبها تستمر كده. ويان بيستعمل كل قوته بس برضه بيفشل. وبيقول ان من المستحيل انشاء جوهر طاقة باستخدام تقنية سرية غير مكتملة. وبيقول ان الجسد ده ضعيف جدا على اكتمال التقنية. وبيقول في احد الايام علمني الامبراطور التقنية السرية وان انا ما كنتش اعرف انه مجرد غريب اطوار او بيختبرني، بس في المخطوطة اللي هو اداها له كان في تعليمات متعلقة بكيفية امتصاص المانا فقط، ولكن لم تكن هناك تعليمات متعلقة بكيفية ضغط المانا او التحكم بها بشكل احسن. وفي اليوم التالي يجتمع الجميع حول منطقة التدريب وبيتكلموا عن موضوع اطلاق سراحهم، بس يان مش قادر يقول لهم ان مفيش اي طريقة يخرجوا بيها من هنا. وبيقول ان انا فاكر اليوم ده كويس جدا، ان في اليوم دوت هيجي شخص بارد وقوي جدا وانا لازم اكون بعيد عن الانظار. ورومان العبيط لسه بيدور عليه بس يان بيغطي نفسه عشان ما يكشفش امره. والمدرب بيوصل والمتدربين بيسألوه لو بامكانهم يرجعوا البيت وبيقول لهم ترجعوا البيت فلتصمتوا ايها الحشرات. وبيقولوا انت بتستخدم صدى هالة الصوت، انت ازاي بتستخدم حاجة زي دي على متدربين؟ وبنعرف عن تقنية هالة الصوت وهي تقنية حيث يقوم بها الشخص ببث الهالة مع الصوت. وبيقول لهم انتم حثالة بلا موهبة او مكانة، أهناك من الاصل سبب لبقائكم جميعا على قيد الحياة؟ نعرف يا صاحبي ان هو ده قائد مركز تدريب قوة المهام الخاصة والذي يدعى داميان. بينما يقومون منظمو المعسكر بسحب الموتى او الناس اللي فقد الوعي، يان بيقول انا لازم اكون اكثر حذرا. وبيقول ان اصحاب الرتبة المنخفضة زيهم هم مجرد العاب لهذا النجس، وانه لو وصل لجانب سيء قبل الهروب هيتعين عليه التخلي عن حياته مرة كمان. داميان بيتكلم وبيقول سررت بلقائكم اعزائي المتدربين، جميعكم هنا مجرد حثالة من ادنى مستوى من الموهبة والمكانة الاجتماعية. انا حقا اريد قتل جميعكم بس ما تقلقوش لان الامبراطور العظيم قرر ان يعطي الحثالة امثالكم فرصة. اعطاكم فرصة اخيرة، فرصة ان يتم اختيارك لمشروع جندي التنين، مشروع لاختيار حراس الامبراطور، والناس اللي هيتم اختيارهم للمشروع ده هيقوموا بالمهام المجيدة في حماية الامبراطور كمرتزقة. بس الواقع مختلف يا صاحبي، هما بيغسلوا ادمغة المتدربين عن طريق زرع طفيل في ادمغتهم، والغرض الحقيقي من المشروع ده هو جعلهم دمى في يد الامبراطور ويعيشوا بجسد ما ينفعش يعملوا اي حركة بدون امر الامبراطور. وداميان بيكمل وبيقول كم هو عظيم ومراعي جلالة الامبراطور، فلتكونوا جميعا شاكرين لرحمته الواسعة. وبيقول لهم ايوه سقفوا ايها المتدربون. ويان بيقول لازم اخفي نفسي وما اظهرش ابدا. واحد من المتدربين بيقول انا عندي سؤال ليك يا ايها المدرب داميان، اي نوع من الرجال هو الامبراطور؟ هل من الرائع حقا ان تكون جندي التنين؟ اذا تم اختياري حقا في مشروع التنين العظيم فسوف احصل على فرصة ان اضرب هذا الوجه المتعجرف واضرب وجوهكم جميعا ايها الاوغاد.
وفجأة بنلاقي طلقة خرجت من اصبع دميان واخترقت صدر رومان، والمدرب دميان بيقول: هل انت بخير؟ اعتقد انه كان هناك شيء ما، وبيتريق عليه وبيقول مجرد حشرة. ويتساءل الآخرون عما إذا كان قد مات، ويعتقد بطلنا إيان أنه يستطيع إيقاف نزيفه، ولكن مساعدته أمر خطير للغاية بالنسبة له لأنه سيكشف أمره. وينهض رومان ببطء ويتوسل إليه الآخرون أن يتوقف لأنه سيعاقب إذا استمر، ويسأل رومان دميان كيف يجرؤ على تسميتهم بالحشرات، إذا من تكونون يا من تجمعون الحشرات؟ وبيقول لهم: أنا حياتي من الأساس كانت كالجحيم، ولكن على الأقل كان هناك سبب للعيش. وبيكمل وبيقول: الإمبراطور جند التنين، هذا حقا مهم. وبيقول لهم: احموا أنتم إمبراطوركم الثمين. ودميان بتقول له: أنت تواصل الخطأ تماما مثل الصرصور، يقولون أن الصرصور يمكنه العيش حتى لو طار رأسه، إذا ماذا عنك؟ والمدرب دميان بيستخدم تقنية الإصبع تاني ويوجهها على رومان، وفجأة بنلاقي حيوان بري بيطير قدام رومان واسمه خلد الكريستال. هو حيوان بري موجود في أعماق الجبال، وعلى الرغم من مظهره اللطيف إلا أنه سيء السمعة، عشان الكريستالات دي لما أي حاجة بتلمسها بتفجر كل اللي حواليها وينفجر أمام وجه رومان، مما أثار دهشة الجميع. وقد أرسل يان هذا الخلد وبيقول: من المؤسف حقا أنني أهدرته، لقد وجدته في الحمام واحتفظت به معي تحسبا لأي ظرف. وبيقول: أنا ما افتكرتش خالص إن أنا هستخدمه بالطريقة دي. وبيقول: المشكلة دلوقتي في المدرب دميان، هو شكله أخد باله. وبيقول: هو لو شافني أكيد هيخلص عليا. وفجأة بنلاقي المدرب دميان بيقول بعلو صوته: أنت حقا مثابر مثل الصرصور، يعجبني ذلك. والمدرب دميان بيأمرهم بالانصراف، ويان فرحان عشان الأمر مر بسلام. وبيقول: رومان ما طلعش غبي للدرجة، وأنا عارف سبب يأسه الشديد. وبنشوف المدرب دميان وهو بينزل سلم وبيخش أوضة مظلمة، وبيقول: لقد وجدت لعبتين مثيرتين للاهتمام، سيكونان مثاليين معا. وبنروح لحمام المنطقة الثالثة اللي هيهرب منه يان. وبيقول: أنا بقالي 3 أيام بحفر في النفق، وحفرت حفرة وثبتها بألواح خشبية، وكررت الأمر كذا مرة، وعدت 3 أيام من العمل الشاق بدون أي مشاكل، لأن العيون التي عززتها بالمانا يمكنها الرؤية في الظلام، فلن يهم مهما كان الكهف مظلما. وأيضا لم يدخل أحد أو يخرج من هذا المكان خلال الأيام ال3 الماضية، فهو مبنى مجهور ولا يظهر حتى على الخريطة. وفجأة بيضرب يان شيئا ما بسكينه، وبنشوف نور دخل النفق اللي حفره. وبنروح للمدربين اللي بيتأكدوا من حضور المتدربين لحد ما بيوصل ليان الذي يبدو مريبا جدا لأنه يرتدي غطاء على رأسه، لذلك يطلب منه المدرب خلعها. ويان فعلا ينفذ أمره، وبيقول إنه كسر البرميل عن طريق الخطأ، وللأسف البرميل دوت كان يحتوي على النفايات، والمدرب ما بيعرفش يستحمل الريحة المنبعثة منه، وبيقول له اذهب للاغتسال. ويان بيروح عشان ينظف نفسه، وبيقول إنه من الجيد إنه تخلص أخيرا من الريحة النتنة دي من غير ما حد يشك في أفعاله. والنور اللي شفناه من شوية طلع هو أنبوب الصرف الصحي. وفوق ذلك كان الأمر مقززا كالجحيم. ما الذي يأكلون هؤلاء الناس لتكون بهذه القذارة؟ وبيقول: ليس هناك ما يدعو للذعر، لأن الخطة تسير دون عوائق، كما قمت بجمع الخناجر والحبال وأدوات الهروب الأخرى، وجسدي أيضا جاهز للهروب، لأنني قمت بتمارين قاسية للغاية كادت أن تقتلني. وبينما كان يرتدي ملابسه ويحاول العودة إلى المرحاض الذي سيهرب منه، ويسمع المدربين يتحدثون مع بعضهما، وأحدهما يقول أن لسان غل انقطع لأنه ضحك في وجه المدرب دميان، والمدرب الثاني بيقول له: أنا خايف لدرجة إن أنا حبست أنفاسي وأنا بالقرب منه. وبيقول له التاني إنهم مش هيخافوا لفترة طويلة لأنه سيرحل قريبا وسيتركهم. ويان بيفرح عشان سمع خبر ذهاب المدرب دميان، وبيقول: هذه الفرصة المثالية للحفر والخروج من هنا، ولكن يبدو أن هناك من يتبعه أو ينتظره ليفعل شيء ما به. ويعود يان للمرحاض المهجور ويستعد للحفر مرة أخرى، ويان بيلاحظ آثار أقدام، وبيقول: هل دخل أحد إلى هناك؟ ويقول: من ذلك بحق الجحيم؟ أهي لورينا أم المدرب داميان؟ هل حقا لاحظوا خطتي؟ وبيطلع الشخص اللي كان عامل كل الدوشة دي هو رومان، وبيقول له يان أن يتوقف عن ملاحقته لأنه ليس لديه وقت للتعامل معه، وبيقول له توقف عن معاملتك كمطارد، وبيسأله عما إذا كان من الجيد بالنسبة له أن يتحرك مع تلك الإصابات. وبيقول له رومان أن هذه الأنواع من الإصابات ليست شيئا بالنسبة لي، بس بنشوف دمه بيخرج من جسمه زي الحوض المخروم بالظبط، وبيقول له ما تقلقش ده مجرد خرم صغير في الجسم. وبعدها يان بيستأذن
بيستأذن منه عشان عليه بعض الأعمال لازم يخلصها. ورومان بيقول له انت اكيد مشغول جدا، اكيد انت مشغول بحفر حجر للهروب، أليس كذلك يا يان؟ كم سيكون المدرب مسرورا بمعرفة هذه المعلومة، ألا تتطلع إلى ذلك؟ ويان بيفكر في طرق متعددة لإنهاء أمر رومان، وبيقول سيكون ذلك أمر بسيط جدا عندما أستخدم تقنية الفوضى المظلمة الشكل السادس عشر، لأن ذلك سيؤدي على الفور إلى قطع رقبته. سيكون من السهل أن أفعل ذلك وبعدها أخفي جثته، بس أنا مش هعرف أعمل كده دلوقتي. ويسأله رومان لماذا لا تقول أي شيء؟ لا يمكنك حتى التفوه بكلمة واحدة، هل أنت متوتر؟ بس بيقول له على أي حال أنت تحكم على نفسك بالهلاك بمجرد محاولة الهروب. لم تكن تتوقع أن يكشف شخص مثلي أمرك، أليس كذلك يا يان؟ ويان لسه ساكت ما بيتكلمش، ورومان بيفتكر ان يان مرتبك، لذلك يطلب من يان ان يتوسل على الاقل لانه قد يحتفظ بهذا السر له. ويتحدث يان اخيرا وبيقول له انه لا يحتاج الى القيام بذلك لانه لن يفشي بسره، مما يجعل رومان يصرخ بانه سيفعل ذلك وسيخبر الجميع بسره. وساذهب واقول لهم الان. ويخبره يان مرة اخرى انت من المستحيل ان تفعل ذلك يا رومان، لانك تكره القوات الخاصة اكثر مني بكثير، حتى انك لا تستطيع اخفاء غضبك من خطر الموت، لديك إرادة قوية لكي تعود إلى المنزل. شخص مثلك سيخبر المدرب داميان عن طريق الهروب، من المستحيل أن تفعل ذلك يا رومان، أنت أكثر شخص يريد الهروب من هذا المكان، أليس كذلك أم أنا مخطئ يا رومان؟ وبيقول رومان أنا كنت مندهش جدا لأني حتى عندما قاتلتك آخر مرة كنت أشعر بشعور غريب، وتمنيت أن أقتلك في تلك اللحظة دون أي مشاكل. وبعد القتال على الرغم من أني كان بإمكان العثور عليك بسهولة بين المتدربين، كما لو كان لديك رائحة فريدة من نوعها بالنسبة لي. وبيسأله يان كيف اكتشفت أني كنت أحفر على أي حال؟ ورومان بيقوله إن السبب في خطواتك يا يان، وبيقوله إن مركز التدريب مصنوع بالكامل من الجرانيت، بس أنت خطواتك يا يان بتحتوي على مواد أخرى مثل مسحوق الجير. ويان بيقوله أنت عرفت خطتي كاملة للهروب من آثار أقدامي فقط، بس رومان بيقوله إيه هي خطة الهروب؟ وإلى أين يؤدي ذلك النفق؟ وما هي احتمالية نجاح خطة الهروب؟ بس بيقول له يان انت بتسأل عشان تهرب معايا؟ ورومان بيرد عليه وبيقول له انا مش هعرف ارد عليك دلوقتي، عاوز شوية وقت عشان افكر. ويان بيقول له خلاص خليك هنا، وبيكمل وبيقول انت تمتلك الكثير من المهارات، لذلك ستكون قادرا على اعتلاء منصب عالي خلال 10 سنوات فقط. وبيكمل وبيقول له ولكن ماذا عن الاشياء التي تريد حمايتها؟ لا يمكننا حتى ان نضمن حياتنا حاليا، هل ستبقى تتذكر الاشياء التي كنت تحتفظ بها خلال 10 سنوات؟ وبيقول له لا نملك وقت للتفكير، اتخذ قرارك حالا وبسرعة يا رومان، اذا كنت ستهرب معي فلن نكون هنا بعد الغد. ورومان بيقول له انت عندك خطة للهروب؟ ويان بيقول له اكيد عندي خطة للهروب وممكن اقولها لك دلوقتي. ورومان بيقول له ان الفرق ما بين رتبنا كبير جدا، عشان كده المدربين هيطردوني انا الاول، وزي ما قال في اليوم التالي اللي هو بكرة هو اليوم اللي الرجوع فيه غير مسموح ابدا، وده عشان لو اتمسكت هيمسكوا جثتي ويرموها للذئاب. ويان بيبقى مندهش جدا لانه كان قادر على التفكير الى هذا الحد، فهو مختلف تماما عما يبدو عليه، ولكن لا ينبغي عليه الشكوى لانه ياخذ ايضا مخاطرة كبيرة جدا من خلال المخاطرة بنفسه. ورومان بيسكت لمدة ثانية، بعد كده بيشوف ان ما عندوش اي خيار تاني.